اللي عمله محمود بوجي ده كان أكبر غلط ومش هو اللي كان المفروض يحصل. يعني انا متاخد مني كليه وضلع. في قصص مش محتاجة مؤثرات ولا تمثيل، في قصص لو اتقالت حقيقتها تقدر تغير مصير. مش عارف انا بحكي الكلام ده بسهوله كده ازاي. واحدة من القصص دي قصة شاب اسمه محمود بوجي. محمود كان في طريق مظلم، طريق ملهوش نهاية غير الهلاك، مدمن من وهو 16 سنة لحد سن ال30. أخوه مات قدام عينه بسبب الإدمان، وهو باع أعضاء من جسمه وتعرض لتعذيب شديد عشان يلاقي المقابل اللي يشرب بيه. في عضو متاخد منك وفي عظم منشور. خسر نفسه وصحته وأهله وكل اللي يعرفه. الإدمان مش بس بيخطف الصحة، الإدمان بيكسر الروح وبيهدم العلاقات وبيسرق العمر لحظة على لحظة. وبعد كده عزرائيل بيقابلك، مساء الخير تعالى عايزك في حوار كبير قوي، بتموت. ناس كتير وقعت وما رجعتش، لكن هو قرر يقول لا. وده اللي قلت لك عليه بانه مش هو اللي كان المفروض يحصل، لان في مجتمع فيه اكتر من 2 مليون و500 الف مدمن، وبنشوف كل يوم حالات بعينينا عودونا ان دي سكه اللي يروح ما بيرجعش، وان النهايه محتومه وبتكون معروفه اخرتها ازاي. لكن اللي حصل ان النهارده محمود مش واقف بيحكي قصه سقوط، لا، هو واقف بيحكي قصة انتصار على نفس ضعفت وعلى شهوة غلبت وعلى طريق ناس كتير ما قدرتش تهرب منه. محمود بقى دليل حي إن مفيش حاجة اسمها خلص، طول ما في نفس بيتحرك جواك في فرصة تتغير. ويمكن أنت اللي بتسمعني دلوقتي تكون في نفس الموقف، حاسس إنك مربوط أو غرقان أو خلاص فقدت الأمل. بس اسمعني كويس، محمود كان مكانك وكان شايف الدنيا سودة أكتر منك، ومع ذلك رجع للنور. ليه؟ عشان صدق وكان عنده يقين كبير ان ربنا اكبر من اي ضعف، وان حياته تستاهل ان هو يحارب عشان اللي عمله مش سهل. بس الحقيقه ان اللي هيتفرج عليك وانت متغير مش هيقدر يقول عليك غير بطل. وصدقني مفيش بطل بيتولد من راحه، الابطال بيتولدوا من معارك صعبه زي اللي محمود عدى بيها. رساله محمود مش ليا بس، رسالته ليا وليك، كل واحد حاسس انه خلاص وقع ومش قادر يقوم. قوم، خد اول خطوه، ما تستناش بكره، ما تستناش فرصه، ما تستناش ان حد ينقذك. انت المنقذ الوحيد لنفسك، وانت اللي هتكتب لنفسك بدايه جديده. ويمكن قصتك في يوم من الايام تبقى امل لحد تاني، زي ما قصه محمود النهارده امل لينا كلنا. ودي قصتي.